هقول لك في الفيديو ده ازاي تحمل الباتش لسه نازل جديد اللي مترخص فيه كل الانديه والاطقم الجديده بتاع الانديه كلها، واقول لك اذا كان في باند ولا لا. سيبنا نبدا. احط لك شرف قناه وفعل زر الجرس ويلا بينا نخش في الفيديو. في البدايه كده حابب اعرفك ان الباتش ده مش ملف نازل لوحده، هي لا نسخه كامله من اللعبه نازله، مساحتها حوالي 2.8 جيجا. اسيب لك الرابط بتاعها تحت في الوصف، ما تخش على الرابط. سيب لك برضو فيديو تحت في الوصف يعرفك ازاي تخش على الرابط. كل اللي عليك تنزل اللعبه، اول ما تنزلها اعمل لها تثبيت للجهاز بتاعك ويخش عليها تفتح اكنها لعبه جديده. خش دخل فيها حسابك، بس نصيحه ما تلعبش بالحساب الاساسي بتاعك. اعمل حساب جديد او هات لك اي حساب تاني عندك مش عندك ليه اي لازمه والعب بيه. نصيحة عشان لسه اكلمك في موضوع البان ده في الاخر شوية. ميزات الباتش ده ان هو بيديك تراخيص لكل الاندية اللي مش مترخصة مع كونامي. مثلا في انديه لسه متشاله زي روما ونابولي، الانديه دي هتلاقيها موجوده، وهتلاقي المان سيتي والريال وهتلاقي تشيلسي وكل الانديه اللي مش مترخصه من كونامي هتلاقيها مترخصه في الباتش ده. وهتلاقي كمان معاهم احدث الاطقم بتاع كل نادي. قدامك اهوت الدوري الاسباني مترخص ومعاهم ريال مدريد والاتليتيك. والدوري الانجليزي بقى عندك المان سيتي واليونايتد ليفربول ايفرتون نيوكاسل، كل الانديه عندك برضو وولفرهامبتون توتنهام، وفي برضو تشيلسي. كل الانديه برضو الانجليزيه مترخصه في الباتش ده ومعاهم برضو الاطقم بتاعهم. وفي برضو نقطه مهمه عايز انبه عليها، انك لما تحمل النسخه ديت تعرف تسجل بها نفس جنب النسخه العاديه. مش لازم تمسح النسخه العاديه علشان تثبت النسخه ديت، لا، اعتبرهم دي نسخه ودي نسخه تانية خالص، تنزلهم على نفس الجهاز مش هيحصل اي مشاكل. وبرضك هي نفس التحديثات اللي هتنزل في اللعبه الاساسيه هتنزل لك برضك في اللعبه ديت. بس انا عايز انبهك ما تعتمدش على الباتش ده قوي، لانه ممكن يبقى فيه باند وممكن ما يبقاش فيه باند، وكل هنشوف ده يوم الخميس الجاي على موضوع الباند. انا برايي ممكن يبند الحسابات، بس عشان كده قلت لك ما تخشش بالحسابك الاساسي، خش باي حساب عندك او حساب جديد غير حسابك الاساسي عشان ما يحصلش اي مشاكل. ونشوف يوم الخميس ايه اللي هيحصل في النسخ بتاع الباتش دي. برضو كل انا لاحظته ان الباتش ده برضو فيه مشاكل، طبيعي يبقى فيه مشاكل عشان واحد زيك هو اللي عامل الباتش ده. في مشاكل في تفتيح الباكجات، وممكن تلاقي اصلا تاخد الكوين ما تخلص عامل الكوين ما تجيلكش الكوين، تفتح الباكج يجيلك لاعب في الاخر تلاقي يجيلك لاعب تاني خالص. دي مشاكل برضو موجوده في الباتش ده، كنت حابب انبهك منها. موضوع انك تفتح باكجات في الباتش ده انساه خالص وكنسله وافتح على حسابك التاني وجمع كوين على حسابك التاني في النسخه الاصليه. طب الاونلاين في الديفيجن، هل ينفع العب اونلاين او العب مهام كوين في الاونلاين؟ ايوه ينفع تلعب في الباتش ده بالاونلاين عادي وتخلص مهام كوين وتلعب ناس حقيقيه في الديفيجن عادي. كل دي برضك موجود في الباتش الاونلاين. وانبه تاني ما تلعبش بحسابك الاساسي في الباتش ده، العب باي حساب تاني عندك او اعمل حساب جديد فيه وجرب الباتش براحتك لحد يوم الخميس ما نشوف هل هيبقى في باند على الحسابات ديت ولا لا. لو في باند خلاص العب باي حساب جديد او امسح الباتش خالص. ما فيهوش باند العب حسابك الاساسي اللي انت عايزه بقى وشوف الدنيا معاك. تحميل الباتش تحت في الوصف، ولو عرفت تخش على الرابط سيب برضو فيديو في الوصف ازاي تخش عليه. وبس كده، دي كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو وحشر في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.